اول مكان حنروح عليه في لانكاوي اسمه الاورينتال فيليج. الاورينتال فيليج هلا حنشوفه سوا. توصل له اول شيء عندك موجود على الجي بي اس. اذا معك سياره توصل له بسهوله عن طريق السياره اذا سجلت سياره، او ما في غير عن طريق تاكسي، او اذا انت شخص او شخصين ممكن تطلع عن طريق الدباب او الموتور سايكل بسموه عليه هون. فهلا حنشوف شو هو الاورينتال فيليج في لانكاوي. طبعا هذا هو عشان بس تعطيكم المكان بالضبط شلون شكله. هاي الباركينج. هلا نحن حنشوف كمان شوي شلون حيكون الاورينتال فيليج. خلينا نبدا. اذا ما هو الشيء المميز في الاورينتال فيليج، اول شيء عندك هو اكثر حد يعني ارتفاع بس حاد بشكل ممتاز هو السكاي كاب اللي هو التلفريك الموجود في هالفيليج. هاي هو اكثر حده على مستوى العالم. عندك اطول كمان كيرف اللي هو الجسر المايل او المنحني في العالم. كمان عندهم فيرست ستاند الون فول دام ماليزيا بوك اوف ريكوردز، اول قبه واقفه لحالها يعني بدون مبنى. وعندهم كمان هون اكبر 3 دي ارت اللي هو مع المتحف ال 3 دي في ماليزيا كمان، كله في هذا المكان اللي هو الاورينتال فيليج. خلينا نشوف سوا شو الاورينتال فيليج. ندخل اول شيء في محلات يمين ويسار. هاي هون هذا نحن كمان في الاورينتال فيليج. حتلاقي هذا هو هون البحيرة الجميلة هي الرايقة. كمان في شوية ألعاب مائية. هذا هون السمك. موجود لي كسرة غريبة هون على الزاوية ما بعرف ليش. هاي هون ألعاب مائية. هذا هو المنظر هون. كمان في مطعم عربي هون على فكرة كباب اسمه مطعم ليلى، يعني مسوي لك اياها قرية كاملة متكاملة. هي وجب زيارتها في لانكاوي. هون بقى هو التلفريك او السكاي كاب. تكتات تبدا هون تقريبا بالسعر من 45 رينجت للشخص البالغ وفوق. انت عندك اكثر من اوبشنز وانت بقى تختار بيناتهم. بس 45 رينجت طبعا الماليزيين له اسعار ارخص من غير ماليزيين، بتوصل حتى 150 كمان. في عندهم اكثر من اوبشن. هي هون صارت الاسواره. هذا هو التلفريك تماما. حنشوف هذا الداخل. With all his noble qualities, still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin. هلا حندخل على شيء اسمه سكاي دام اللي هو عبارة عن شاشة 360 درجة حواليك. حنشوف فيها قصة لتشارلز داروين. ما حتكون واضحة كثير ولكن حتكون حلوة انه تجربها لما تيجي تدخل على التلفريك. الآن مثل ما شايفين هاي رحنا ركبنا الآن بالتلفريك. طبعا هو يعتبر اكثر حدة على مستوى العالم لانه درجة الحدية تبعت الطلوع 42 درجة. هاي هي المناظر حواليك كيف انت ممكن تتخيل. وهذه المسافة مسافة كبيرة جدا لنوصل لشيء اسمه سكاي بريدج اللي هو الجسر السماء او هيك شيء بصور فيه احد الافلام تبعت بوليوود. الطرف الثاني حتشوف مباشرة منظر أجمل من هيك صراحة، اللي هو البحر مع الغابة كله في مكان واحد. المنظر فوق يا أصدقائي هذا. بس تطلع التلفريك الأورينتال فيليج حتشوف من أحلى المناظر ممكن تشوفها. البحر مع الشواطئ مع الخضار مع الجبال في مكان واحد.
هذا هو المنظر الطبيعي حوالينا. هذا هو المنظر من فوق أصدقائي. لازم تجوا، لازم تجوا. إذا جيت لنكاوي إجباري تجي لهون، إجباري. أول تلفريك خلصناه، التلفريك الثاني اللي حياخدك على سكاي بريدج. هذا هو سكاي بريدج. صوت الأذان موجود في المكان. هلا نحن هون وصلنا للمرحلة الثانية. هنبدأ ندخل على سكاي بريدج. وهي المنطقة اللي هي أعلى منطقة في تلفريك لانكاوي. هاي هون أساس هي أقفال العشاق. على أساس يعني هذا شيء هون في واحد من خوي من الربع. هاي أمها الخضراء. موجودين كمان في كل حتة القرود. هون في كافيه صغير. الأسعار هون مميزة ومو غالية أبدا، يعني من 5 ل 10 رينجت على العصير، آيس كريم، براونيز، لبن اللي هو اليوغرت. صراحة أسعار يعني تعتبر يمكن لأهل ماليزيا غالية شوي، ولكن هي تعتبر بالنسبة للسياحة ما كتير غالية. نحن هون كمان واحدة من أحلى المناطق أو المناظر ممكن نشوفها في لانكاوي. هذا هو البحر يا جماعة. تخيلين جمال المنطقة يا جماعة. الموضوع فوق الوصف. الموضوع كأنك عم تشوف الأفلام الأمريكية، عرفتها تبعت الهاواي والقصص هي كلها، وهونولولو. هون نفس الشيء تقريبا. بس هلا حنروح على الناحية الثانية اللي هي أعلى كمان شوي. مثل ما قلنا لكم هلا نحن هون بأعلى قمة تقريبا في التلفريك تبع لانكاوي. مناظر رائعة تستمر على مدار وين ما رحت وين ما جيت. مثل ما شايفين هون. هلا حنشوفها كمان أكثر وأكثر. هذا هو من أعلى شيء في لانكاوي. هون نحن كنا قبل شوي تقريبا. طبعا في تحت كافيات وفي أكلات خفيفة ممكن تاكلها كمان. فكمان تعتبر جيد. أسعارها من 5 ل 10 تقريبا، 15 حسب الأكل. هذا هون البحر الجميل. طبعا في شوية ضباب لأنه احنا أصلا على مستوى شكل ارتفاع عن نفسنا تماما. الجو رائع جدا. درجة الحرارة يمكن هوايات في يعني رائعة جدا بشكل إنه رهيب. يعتبر أكثر واحد منحني كفندق كجسر. فبيعطيك كمان منظور مختلف. طبعا له جيت خاص فيه من هون، أو ممكن تاخذ هي شايفينها، هي ممكن تاخذك تور حوالين المكان. بإمكانك المشي أو بالماشين هي، أو خلينا نحكي بالكلايد تاخذك لفة حوالين المنطقة وترجعك. بس هذا بالنسبة للسكاي. صار يتجدد في كل حتة. لا يعني صراحة ما بنشبع منه أبدا. وهذا هو سكاي مارت هون كمان، في اللي هو عبارة عن ميني ماركت. كمان بإمكانك تشتري منه مثلا شغلات بسيطة، سناكس وما سناكس وهيك شغلات.
فبالتالي انت ما حتحس حالك مقطوع ابدا يعني. هاي الان نحن في مرحلة النزول. المنظر صراحة مختلف شوي، ما بعرف ليش، وهناك بسبب اختلاف كمان أشعة الشمس كمان. الخضار يخترق المكان. وهذا هو البحر، وهذه هي السماء. إنها الجنة الصغيرة على الأرض. لانكاوي. الله حفيظك.